تخيل إنك عايش في زمن كل يوم بتسمع إن مدينة اتحرقت، بلد اختفت من الخريطة، حضارات كاملة انتهت. المغول كانوا زلزال، بيجتاحوا كل حاجة، من الصين لبغداد لهنغاريا، حتى أوروبا وقفت عاجزة، لحد ما ظهر سيف الدين قطز، شاب اتحول لقائد أعظم جيش إسلامي وقتها. قالها بصوت عالي: إن ضاعت مصر ضاع الإسلام. قرر يواجه الطوفان ومعاه ناس مؤمنة، مش بجنودهم لكن بعقيدتهم. في عين جالوت 1260 ميلاديا، قطز ما استخباش ورا الحصون، نزل بنفسه يقاتل، يصيح في الجيش، وقاه إسلاماه. المعركة كانت نار، بس قطز انتصر ووقف زحف المغول لأول مرة في التاريخ. الغرب كان بيتفرج، أوروبا كلها ما قدرتش توقفهم، لكن قطز وقف وقال: إحنا لسه هنا. القصة دي مش بس تاريخ، دي رسالة لكل واحد فقد الأمل، إن أمتنا قامت قبل كده من تحت الركام وهتقوم تاني. لو القصة دي خلتك تحس بالفخر، اعمل لايك واشترك، علشان اللي جاي أعظم بكتير.